يبقى في المركز الثاني برصيد 54 نقطة. الناحية الثانية المقاولين يتجمد رصيده عند النقطة 28، خسارة رقم 11 الموسم ده، وما زال الفوز يتمنى عليه اللقاء الثالث على التوالي، وعليه إعادة ترتيب الأوراق في ظل استفاقة أهل القاع في الآونة الأخيرة. خلص التعليق. أقدامه في هذا المركز. هدف الأول عن طريق أحمد الشيخ في بداية المباراة في الدقيقة 45 في الشوط الأول، ثم ضربة جزاء عن طريق حسين الشحات في الدقيقة 79. ضربتين جزاء سلام مليون في المية، وبالتالي وسبعة غيرهم متحركين عشان يوصل للهدف رقم 14 بفارق 4 أهداف عن أحمد جمعة. وانا في احتسابها، وهنشوف ردة فعل المقاولين العرب. هل المقصة يعني ياخد المقاولين الموسم ده رايح جاي، ولا المقاولين يطلع على الأقل بنقطة؟ قلت لحضراتكم تفوق تاريخي لمصر المقصة على المقاولين العرب. 9 مواجهات سابقة جمعت بينهم في بطولة الدوري. المقاولين العرب فاز مرتين بس، وتعادل مرتين، وخسر 5 مرات. الهدف اللي سجله الشيخ هو رقم 16 او حتى عمر جمال. هنشوف هيفكر في ايه محمد عودة. اكيد النتيجة مش على هواه، متأخر المقاولين العرب على ارضه. النهارده مسجل هدف وحيد ادي هشام، وضربة جزاء. ضربة جزاء هي لقطة تمثيلية، لانه واضح ان برضه هو عارف هو عمل ايه. المدرب نفسه مع يعني مع محاوله اللعيبه انها تثبت انها يعني تلعب للمدرب، دي بتبقى على الاقل بتدي دفعه. الاجواء اللي حصلت في السويس والمشاكل اللي حصلت بعد ماتشكم ممكن لا الزمالك دول اخواتنا ولعيبه اخوات بعض، وحتى الاداره يعني الاستاذ مرتضى برضه كلم اللي هو محمد، يعني العلاقه عاديه بغض النظر عن ايه اللي بيحصل. انا فعلا ما سمعتش اي حاجه، لكن في الاول والاخر دي كوره، اللي يكسب يكسب واللي يخسر يخسر، ملهاش دعوه، ما بتقللش. نادي الزمالك هو نادي الزمالك، والحمد لله المقصه بقى من الانديه اللي هي يعني بتحاول تعمل حاجه كويسه في الكوره يعني. متاكد يا كابتن ان انت هتغير خطه اللعب في الدور الاول لو انتوا تصدرتوا او ان انتوا بتنافسوا؟ هتبتدي تغير بقى التكتيك دلوقتي وخطه اللعب، ولا خلاص بتنافسوا فعليا والمقصه ما شاء الله يعني نقول فاضل 11 اسبوع انتوا ليكم مباراه مؤجله ولكن ماشيين في صداره الدوري مع والله الحمد لله طبعا، لكن هو احنا بنغير فعلا في بعض، زي ما بقول لك النهارده لازم نبقى عندنا صبر شويه، لان مش كل الفرق هتقدر تجيب فيها هدف من اول دقيقه. انت في الاول والاخر بتلعب 90 دقيقه، فالفرق اللي عاوزه تعمل حاجه كويسه تبقى تركيزها كبير، وفي نفس الوقت ما تبقاش مستعجله. احنا كنا مستعجلين شويه في الشوط الاول، خسرنا كور كتير في نص الملعب، ودي اللي كانت عامله لنا بس بعض المشاكل، لكن الحمد لله ما كانش عندنا مشاكل في على المرمى بتاعنا، ودي حاجه جيده يعني، حاجه بالنسبه لنا جيده. بشكرك جدا يا كابتن، ولكن عايز اثني على حضرتك في حاجه. مشكله انطوي اللي حصلت كانت ممكن تقلب المباراه بمشكله كبيره وخناقه كبيره، ولكن طريقتك مع اللعيبه ومع كابتن عوده واللي انت قلت له مفيش اي حاجه، مش اول مره تحصل، بحس ان انت بتتجنب وجود مشاكل تخرج اللعيبه عن تركيزها او يحصل مشاكل بينك وبين الاجهزه الفنيه الاخرى. لا ده اخواتنا، عوده ده مدرب كبير ودول اخواتنا كلهم. المهندس محمد عادل، كنت مش عاوز اقول لهم واحد واحد، واللعيبه اصلا لعيبه كبار جدا، لعيبه نادي المقاولين، وعندنا لعيبه كبار جدا. الاحتكاكات دي بتحصل بغض النظر عن مين اللي غلطان، فما يجبش ان احنا نقف عند حاجه معينه طالما مش حاجه يعني تبوظ الماتش يعني. بشكرك جدا يا كابتن والف مبروك، ونتمنى لكم التوفيق دايما في بطوله الدوري وهذا الشكل الجميل اللي خلى فيه منافسه بشكل جديد للدوري الممتاز. الحمد لله يعني، بشكر ربنا، دي في الاول والاخر هو اللي وفقنا الحمد لله. شكرا. مشاهدينا الكرام مستمرين مع الف مبروك، 3 نقاط غاليه، هدفت في الزمالك وهدفت النهارده، ولكن اعتقد يعني بتؤدي بشكل يعني اللي في الخير يقدمه ربنا ان شاء الله. مع المقصه دي عادي مع المقصه 5 سنين يعني، دي ثالث سنه ان شاء الله، فاضل سنتين. ما عندهمش مشاكل اعتقد، لو حد جاله عرض شايفهم عندهم موضوع اسهل يعني، بسيط جدا مع كل اللعيبه. طبعا مصر المقصه يعني هنا ما حدش بيقول لك حاجه يعني، هو حتى اخر السنه بيقول لك ركز في الملعب، واخر السنه ان شاء الله لو انت جاي لك حاجه، جاي لك نادي الاهلي، جاي لك اي نادي، ان شاء الله ركز فيه، ولو جاي لك خلاص يعني انا ما عندناش مانع. الاشاعات المواقع دي كاتبه ان كل ده يعني كلام مش صح؟ ما وديتش والله ما وديتش حاجه والله. لا انا ما حدش كلمني شخصيا زي ما بقول لك. كلمني يعني، لو في اكيد بكلم وكيلي، بس انا ما فيش حد يكلمني طبعا، بس يعني اي حد يتمنى زي ما بقول لك يلعب في النادي الاهلي طبعا. توفيق ان شاء الله. ربنا يخليك يا رب.